من الطرائف أيضا أن ثلاثة من أبرز علماء الحنابلة في الإحساء وفي العراق، منهم ابن فيروز وابن عفالق، هذول علماء حنبلية. طيب هؤلاء حنابلة مثلك وردوا عليك ردودا علمية رصينة، ولسنا نحن هنا لن نذكر هذه المسائل التي ردوا، لكن ردوا عليه في مسائل التبرك، في مسائل التوسل، في مسائل كذلك كل العلماء ردوا عليه كذلك في مسائل قضية البناء على القبور، في مسائل الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تصور، خذ من العجائب، كان الناس بعد الأذان، وهذا موجود حتى في نجد كان وفي بلاد الشام، يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، بعد انتهاء الأذان. هذه القصة يقول الشيخ زين الدحلان وهو مفتي الشافعية في مكة، قال: ويمنعون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنابر بعد الأذان، حتى إن رجلا أعمى صالحا، رجل أعمى صالح كان مؤذنا، قال: فعل ذلك بعد منعهم، فأتوا به إلى محمد بن عبد الوهاب فأمره أن يقتل فقتل، فأمر به أن يقتل فقتل، يقتل فقط لأنه صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وهم قد منعوا من هذا. يعني هذه المسألة فيها سعة. وبعدين عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم شؤون الدين، ونعرف الحديث هذه واجبة في كل حين طبعا. لا، سيأتي